أنا اسمي عادل سلامة وبشتغل مدير عام التصدير لمجموعة شركات الجوهرة. دي أول شركة شاي اتعملت في مصر، ولو نفتكر الإعلانات بتاعته كان بيعملها فنانين كبار زي الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنانة جيهان ناصر والفنانة روجينا. السلوجان اللي معروف بتاعنا شاي الجوهرة حتة سكر. بالنسبة بقى لخطوط الإنتاج اللي عندنا في المصنع بتاع الشاي وطريقة التعبئة، باشمهندس محمد ماهر مدير الصيانة هتجول معاكم في جولة يوريكم طريقة التعبئة. معاك مهندس محمد ماهر مدير الصيانه في مصنع شاي الجوهره. انا دلوقتي هاخد حضراتكم ونبص عمليه تصنيع من بدايه التشغيل لحد نهايه الكرتونه. تواصل مع حضراتكم من دلوقتي ان احنا نقدر نشوف خطه الانتاج ماشيه ازاي. ده خط بوش الماني بيشتغل 250 جرام و100 جرام. انا هوري حضراتكم طريقه تشغيل الخط من بدايته لنهايته. دلوقتي انا عندي 3 ماكينات تعبئه بيغذوا الخط. كل ماكينه بتشتغل عن طريق ربط الخط الرئيسي. تمام. دلوقتي انا عندي الخط بيشتغل 250 جرام، بينزل باكو موزون وبعد كده بينزل على سير، والسير بعد كده بيدخل على وحده الميزان. كل ماكينه بنفس الموضوع. الميزان بيشتغل بيوزن الباكو، اي باكو فيه مشكله بينطرد اوتوماتيك. اي باكو مش مظبوط ميزانه كان بدايه او نهايه له تارجت معين 250 جرام بيعدي. بعد كده بينزل على وحده السير. السير بيخش بيتجمع 3 ماكينات على سير رئيسي. السير الرئيسي بعد كده بيخش على ماكينه الكرتون اللي هي بتاخد الباكو اللي متعبي وتحطه داخل علبه الكرتون اللي ده شكل الباكو بعد ما اتعبى. وبعد يكون موزون تمام. وهذا ايه شكل الباكو. بعد كده الباكو ده بينزل على سير رئيسي. السير الرئيسي بيخش على الماكينه، بيخش هنا عن طريق بوشرات داخل العلبه. تمام. وبعد كده بيخش على مرحله الجنات اللي هي بتدي وحده الغيره من الجنبين. ان الباكو بيخش من هنا برضه فيه طبعه تاريخ انتاج. بعد كده بنخش على سير رئيسي. السير الرئيسي ده بيتجمع عشان الباكو يتجمع بايه على شكل كيلو معين. كل 4 بواكي يتجمعوا مع بعض على شكل كيلو، يبقى بايه 4 بواكي متسلسلين مع بعض عن طريق مكنه السلفنه. بتخشوا المكنه هنا ال4 بواكي بتخش عن طريق رصاص. الرصاص بيخش على بوشر. البوشر بعد كده بيخش على مجموعه سخانات، وبعد كده بيسلفن الباقي الكيلو على بعض 4 بواكي مع بعض. وهذا شكل الكيلو بعد ما بيطلع مرحله الانتاج. زي ما حضراتكم شفتوا الانتاج بيتم ازاي واطمنتوا ان الصناعه المصريه بخير وبتتم بتكنولوجيا عاليه جدا، مفيش ايد بشريه بتتمد في اي حاجه. زي ما شفتوا حضراتكم المكن اللي عندنا خطوط انتاج بوش الماني من احدث التقنيات، بتعتمد بشكل كلي على الميكنه. مفيش شك ان المنتج المحلي المصري عنده القدره كبيره جدا في لمنافسه المنتج المستورد. احنا الحمد لله بنجيب اجود انواع الشاي، بنتم تعبئتها باحدث خطوط انتاج في ظروف صحيه وبيئيه مناسبه جدا. فما فيش اي مجال ان احنا ما نقدرش ننافس المنتج المستورد.